صباح الخير، هلا وكل الهلا بكم قناتي. طبعا اليوم أول يوم شهر رمضان. رمضان كريم علينا وعليكم، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. صحة وسلامة للجميع. هنا هسه حسوي وصفة المسخن الفلسطيني. طبعا هي هواي طرق بيه، يعني كلش هواي. بس أنا هاي الطريقة عجبتني. هنا عندي هذا الدجاج فخذين وصدر. يعني أنا ما أسوي وايد لأن إحنا عددنا قليل. هنا أضيف عليهم التوابل. عندي قليل من الهيل والملح والفلفل الأسود والبابريكا الباردة والحارة والكزبرة والكاري وبهارات مخلوطة. هنا أضيفهم عليه. بعدها عندي هاي الكمية يعني بسيطة من البصل مقطعته بهاي الطريقة. وهسه أضيف عليهم قليل من عصير الليمون. وهاي التتبيلة يعني أتبلها يعني كم ساعة، وإذا ليلة كاملة بعد أفضل. وهنا أضيف لها زيت الزيتون، يعني كمية زينة. وهسه ندعكها بهذه الطريقة. وهنا نسيت يعني أهم إضافة عندنا هي السماق، ضفت ملعقة كبيرة، يعني هاي أهم شي. هسه هنا بعد ما كملتهم أغطيهم بكيس نايلون وأتركهم لمدة يعني تقريبا 4 ساعات هيجي، أو مثل ما قلت لكم ليلة كاملة. هنا هسه جيت السوبر ماركت محتاجة كم شغلة. المعلبات، طبعا هذا كلش أنصحكم به، اللبن طعمه كلش طيب. هنا هاي الشغلات الرمضانية، بس طبعا كلهم خلصينها ماكو. شفت الشي أنا بس هاي الصواني كلهم خلصينها. هنا هسه كملت اشتغلت كم شغلة كنت محتاجتها ورجعت. الجو كلش حار،
حارة كلش. شوف هاي المكان الوحيد اللي طالع فيه هذا الورد الناعم، بس هذا. هنا هسه بعد ما رجعت اشتريت كم حاجة كنت محتاجتهم. هنا هذا الشريط اللاصق كلش محتاجته كنت، وهنا اشتريت هذا الخبز. لقيت بس هاي النوعية حستخدمه ويا نسيت الطبخ ويا المسخن. حستخدم هذا الخبز. وجبت هذا الصمون، هذا يحبونه يعني الأطفال بالمدرسة. وهذا أول مرة أجربه بالخبز الشوفان، كنت أجيب غير نوعية. وهنا هذا الصابون مال الأطفال. وهاي الكروسون، هاي ما أعرف بعد شنو طعمها، بالجبنة وحدة وله. وهاي الروبة قلت لكم عليها طبعا، هاي كلش طيب طعمها، هذا اسمها. وهذا السماق وجبن ولبن. وهنا المخضر عندي كان، بس كنت محتاجة الخس والباذنجان والطماطة. وهسه نشوف شو نسوي. هنا المدرسة بعدهم ما طالعين، طبعا الجو حار كلش والشمس، وأنا طلعت هاي الصغيرة وياي بحيث خطية كلش تأذت، حار. طبعا السنة ما أعرف ليش ما كان إلي واهس إنه أشتري زينة رمضان وهاي الشغلات. ما أعرف، فد شوية أشوف والله شنو باقي، شنو عندي يعني من العام وأخليه. ومثل ما شوفتكم من رحت ما لقيت كل شي يعني مخلص. بس كم صينية ما شهر رمضان، كل هالزينة الفوانيس الشغلات كلها مبيوعة ومخلصة يعني. وهنا هاي بس اشوفكم، شوفوا هنا هاي خطية علج، ما أعرف يمكن من أختها. وشوفوا حتى قصيته، وما أعرف شلون يروح، شنو أخليله ويروح. إذا تعرفون كتبولي بالتعليقات. بس واقفة ثفتي ما تخليني. شو اسمه، ما عرفت شنو أخلي له حتى يروح. خطية قصيت من عنده وكانت كلش تبكي. أنا أبد ما أنطي بنتي نهائيا، ما أنطيها علج. بس ببارحة كنا رايحين الأهل زوجي وبالسيارة شلون لعبت نفسها، فقالت لي انطيني. صغيرة هي، فانطيتها علج، بس ما أعرف شلون وقع على راس أختها. وهسه خطية كلش مقهورة عليها، أحسها جاي تتأذى. قصيت من عنده جزء، بس بقى جزء ما أعرف شو أسوي حتى يروح. شوفوا هذا بقى قليل، هذا شلون قصيته. وهسه أبوها إذا يشوفه يظل يحكي علي. شوفوا الجزء الباقي ما أقدر أقصه لأن كلش على الفروة الراس لازق. شوفوا هنا شلون قاعدة تظل تتخرب. هاي شلون فتحتها جرتها مال الكرسي مالتها. وهسه تريد الكاميرا. ها شوف، هاي أبوها جاب لها من هاي الدفاتر كلش هواي، وأبد يعني هيجي تعوفن الذبن وتروح على الدفاتر والكتب مال المدرسة. وهاي الألعاب كلهن هيج ما تلعب بيهم.
شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ لا لا، شوفي شوفي شنو هذا؟ الله، شوف على الكاميرا. تجر بالكاميرا. يوم هلا متابعين ماما. هلا. طبعا هي بالكاميرا تبين كبيرة بس هي بالحقيقة كلش ناعمة، ما أعرف الكاميرا تضخم. شوف شلون شلعتها. يلا تقرين تقرين. الله، هالشنو؟ كل ما أقرب الكاميرا تجرها. شوف. طبعا ما أعرف، أخاف هسه يعني ما صيفت لها، يعني البارحة لبستها يعني واحد ورأسا نشوف هسه نفسها شلون ثقيل وتمرضت، فرجعت ألبسها رغم ما هو الجو مو بارد، بس احنا هنا بالشقة يعني اكو برودة. هاي شنو هذا؟ هاد شوفوا هذا، نقرأ هذا. هاك 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 هاك. يلا شنو هذا؟ جوت كاو كاو. تضحك. يلا. الله، دوغ كات. هاي شنو بعد؟ رابت هورس. يعني من أقعد هيجي يعني وأعلمها أحكي بأسمائهم والأصوات مالتهم تستمع وتظل يعني صافنة وتباوع، بس إذا هيجي نعوفها لا، ما تلعب. يلا هسه خلينا نقوم نشوف الطبخة مالتنا شلون نسويها. هاي هنا بعد كم ساعة خليتها بهاي التبسي أو أي صينية عندكم، وهسه أغلفه، أخلي فوقها ورق زبدة وراها ورق القصدير، وأخليها بالفرن إلى أن يستوي كلش الدجاج يستوي. هاي هنا بعد ما غلفته هسه أخليه بالفرن على أعلى درجة. هسه هنا عندي هذا بصل أحمر قطعته بهذا الشكل شرائح، هسه خليهم بالطاوة على النار، والدجاج عندي بالفرن. هنا هسه خليت زيت زيتون، طبعا هي أساس هاي الأكلة زيت الزيتون والبصل والسماق. هنا خليت زيت الزيتون، هسه أضيف عليه البصل. هنا نستمر نقلب بيه ونتركه إلى أن يذبل. هسه حضيف له فلفل أسود وأضيف له ملح ونستمر نقلب بيه، يعني ما نتركه هيجي يحترق. هسه أضيف لها الملح ونضيف الفلفل الأسود والسماق آخر شي أضيفه من البصل يذبل، نضيف السماق. شوفوا هنا بعد ما ذبل البصل راح أضيف له السماق تقريبا ملعقتين. طبعا هنا شوفوا من ضفت السماق بس شوية قلبته وطفيت النار. هسه هاي هنا بعد ما استوى هشيله على صفحة، وهاي الصوص الموجود ويا الدجاج خليه على هذا البصل. شوفوا هنا ضفته
ضفته على البصل، راح ينطينا طعم كلش طيب إله. شوف هسه هنا أجيب هذا الخبز، أنا حستخدم هذا أي خبز هو. هنا أنا نغطسها إن بهاي الصوص اللي صار ويا البصل طعمه كلش طيب. شوفوا هيجي نخليها هذا الصحن. شوفوا هنا أخلي من خلطة البصل أخليه على كل خبزة بعد ما نخليها بالشسمة بالصلصة هنا. وهاي هنا لوز حمصته وضفت على الدجاج قليل من السماق، وهذا شكله. وسهمكم العافية.